التسوباكي هو مش بس حمام كريم. التسوباكي هي عشبة يابانية مفعولة بالترطيب كتير قوي وكتير مناسبة للشعر منخفض المسامية، فإذا شعرك مساماته ضيقة وصغيرة ما رح يقدر يتشرب كل شي بتعطيه إياه، لأنه عنده صعوبة إنه يمتص الأشياء المفيدة وبتفوت لقلب الشعرة لجوا، لأنه المسام كتير صغير، وشرحت عن هذا الموضوع كتير قبل. هذا الماسك من تسوباكي بجنن يا بنات الشعر منخفض المسامية، طلعوا خالص، ريحته بتجنن. بس كتير ترطيبه عالي وكتير حلو. إذا أنت شعرك منخفض المسامية وبدك شي يرطب شعرك بعمق فهذا كتير بيخدمك. بعد ما استفدت على هذا الماسك اللي فيه تسوباكي، ضليتني عم دور إنه بدي أشياء كمان فيها تسوباكي أو مستخلصة من التسوباكي لحتى أجربها لشعري، لأنه أنا كمان شعري منخفض المسامية، كمان بعاني من هي القصص إنه شعري ما بيمتص أي سيروم أو مثلا أي حمام كريم، إنه شغلات بتناسب نوعية الشعر المنخفض المسامية. وبالآخر لقيت هذا سيروم من عشبة التسوباكي. عن جد يا بنات كثير عندي أنواع سيروم، إن شاء الله رح صور لكم كمان ريفيو عن كل السيرومز اللي جربتها، بس هذا من أحسن السيروم اللي كثير ناسبني. رح أحط لكم صورة واضحة لإله. بس أكتر سيروم حسيته إنه عن جد بيرطب شعري كثير منيح، وكمان بنفس الوقت خفيف على الشعر، يعني ما بحسه بتقل شعري او بحسه زيت شعري، بحس انه الترطيب فات لجوات الشعرة، يعني الشعرة عم تستفاد، مش بس انه في لمعة زيت من برات الشعرة، لا، بحس انه برطب الشعر. كل يوم بالليل بحط ضغطتين او 3 ضغطات على حسب طول وكثافة شعرك، وبدفيها بإيدي شوي وبعدين بوزعها على شعري، وبعدين بعمل مثل ضفيرة هيك كتير بسيطة وبنام. في الصبح بلاقي شعري عن جد هيك حيوي ومترطب. كتير حسيت بفرق هذا السيروم عن غيره. هذا ما بيعني انه باقي السيرومات اللي جربتها مو منيحة، بس كل شي حسب مسامية شعرك وشو اللي بيناسب شعرك. انا كشخص شعري كتير حساس، مساميته منخفضة، وكمان شعري من النوع الجاف للجاف كتير، فهذا كتير ناسبني، عطاني ترطيب للشعر كتير حلو. هيك قررت اني احكي عن كل شي فيه تسوباكي. اذا انت كنتي بأي دولة فيها مثلا شامبوات فيها تسوباكي، إذا مثلا حمامات كريم مثل هذا حمام الكريم، ممكن بلسم، ممكن كتير اشياء يكون فيها تسوباكي، كتير رح تناسبك منتجات الشعر اللي فيها تسوباكي لما يكون شعرك منخفض المسامية مثل ما حكينا. البنات اللي شعرهم منخفض المسامية وشعرهم كمان جاف، ما بعرف إذا جربتوا قبل منتجات فيها تسوباكي، يا ريت تكتبوا لنا تجربتكم مشان الكل يستفاد. بتمنى تكونوا استفدتوا، وبشوفكم الفيديو الجاي.